السلام عليكم أبناء طلاب الثانوية العامة. كنا مع بعض في الحصص اللي فاتت، رجعنا الفصل الثاني ورجعنا الفصل الثالث على حلقتين. النهارده بقى هنعمل حاجة مختلفة، هنشرح مع بعضنا الفصل الرابع، وطبعا الكلام ده هيتقدم من خلال أكاديمية نوبل. نبدأ. طبعا الفصل الرابع احنا هنتكلم فيه عن أحوال مصر قبل ثورة 19 أو الوضع السياسي لمصر تحت السيادة العثمانية. طبعا احنا قبل ثورة 19 أو قبل الحرب العالمية الأولى عمرنا ما فكرنا في طرح فكرة الاستقلال الوطني عن الدولة العثمانية. واحد يقول لي يا ميسي لا، دي قامت حركات استقلال قبل كده. تمام، قامت حركة الاستقلال بتاعت علي بيك الكبير وحركة الاستقلال بتاعت محمد علي، بس دول مش مصريين. احنا بنتكلم عن استقلال وطني، يعني استقلال مصر للمصريين. الكلام ده ما كانش عندنا قبل ثورة كام 19. احنا مرتبطين بالدولة العثمانية. تمام. ايه اللي رابطني بالدولة العثمانية؟ رابطني بالدولة العثمانية حاجات كتير. إذا ممكن نطرح هنا كده سؤال: بما تفسر عدم طرح المصريين فكرة الاستقلال الوطني عن الدولة العثمانية قبل ثورة 19، أو علاقة مصر بالدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى؟ طبعا مصر تدين بالولاء والطاعة للدولة العثمانية، عشان كده فكرة الاستقلال الوطني لم تكن مطروحة. ما جاش على بالنا في يوم إن احنا نستقل عن الدولة العثمانية. الدولة العثمانية حكمتني ما يقرب من 397 سنة، يعني ما يقرب من 4 قرون. عمرنا ما فكرنا، رغم ان احنا كانت احوالنا سيئة تحت الحكم العثماني، بس ما فكرناش ان احنا نستقل عن الدولة العثمانية. ليه؟ يعني ايه اللي رابطني بالدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية دولة خلافة، يعني الدولة العثمانية اللي رابطني بيها الرابط الديني، الروابط الدينية او الهوية الثقافية، ثقافتنا واحدة. نمرة 2، ان الدولة العثمانية بتتكون من قوميات متعددة. يعني ايه بتتكون من قوميات متعددة؟ يعني في عدة دول تابعة للدولة العثمانية. الدولة العثمانية مش واخدة مصر لوحديها، الدولة العثمانية معاها مصر، معاها الحجاز، معاها الجزائر، معاها تونس. تمام. يعني معنى ذلك ان الدولة العثمانية بتتكون من عدة قوميات، ومصر احدى هذه القوميات. مصر مش قومية منفصلة. طيب لو انفصلنا، لو مصر انفصلت، فده هيؤدي لتفتت العالم الإسلامي. إذا أنا مش هفكر في الانفصال عشان أحافظ على وحدة العالم الإسلامي. بما أن أنا مؤمن بالدولة العثمانية، فأنا مؤمن بفكرة الدولة العثمانية. فالدولة العثمانية كانت متبنية فكرة الجامعة الإسلامية، متبنية فكرة الجامعة الإسلامية. يعني إيه يا مس جامعة إسلامية؟ جامعة إسلامية يعني اتحاد المسلمين. طب مين اللي أطلق الفكرة دي أساسا؟ اللي أطلق الفكرة دي جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، علماء الأزهر بتوعنا. ثم تبناها السلطان عبد الحميد الثاني، ثم تبناها السلطان عبد الحميد الثاني. طيب ايه الدليل على ان احنا متمسكين بالدوله العثمانيه؟ الدليل ان احنا متمسكين بالدوله العثمانيه حركات الكفاح اللي ظهرت قبل الحرب العالميه الاولى. حركات الكفاح اللي ظهرت قبل الحرب العالميه الاولى متمثله في مصطفى كامل ومحمد فريد. طيب مصطفى كامل كانت احدى وسائله الدوله العثمانيه. مصطفى كامل اللي بيأكدني ان هو متمسك بالدوله العثمانيه جريده اسمها جريده العالم الاسلامي، اللي هو اصدرها 1905. تمام. فنتيجه كل هذه الاسباب مش هننفصل عن الدولة العثمانية. الكلام ده كان قبل الحرب العالمية ايه؟ قبل الحرب العالمية الأولى. ندخل بقى في الأسئلة اللي موجودة، ممكن تكون موجودة في الجزء ده. ايه اللي مخليني متمسك بالدولة العثمانية؟ ايه اللي خلاني ما فكرتش في الانفصال عنها؟ الروابط الدينية، لأن الدولة دولة خلافة. ايه اللي مخليني متمسك بالدولة العثمانية؟ ان انا بحافظ على وحدة العالم الإسلامي. طيب هو انا افكار، يعني الدولة العثمانية مستندة على افكار مين؟ ومستمدة من أفكار مين؟ مستمدة من أفكار جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. جمال الدين الأفغاني اللي هو صاحب فكرة الجامعة الإسلامية. فأفكارنا عن الدولة العثمانية مستمدة من جمال الدين الأفغاني. طيب توجيهاتي ناحية الدولة العثمانية، توجيهاتي ناحية الدولة العثمانية متأثرة بمين؟ متأثرة بالحركة الوطنية اللي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الأولى، اللي هي متمثلة في مين ومين؟ اللي هي متمثلة في مصطفى كامل ومحمد فريد. إذن احنا قبل الحرب العالمية الأولى كان كل هدفنا ايه؟ التخلص من الاحتلال، تخليص مصر من الاحتلال البريطاني. نمرة 2 التمسك بالدولة العثمانية. طبعا متمسك بالدولة العثمانية عشان نحافظ على وحدة العالم الإسلامي. ادي كده أحوال مصر قبل ثورة 19، أو علاقة مصر بالدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى. ما فكرناش في الانفصال عنها. لما نيجي نتكلم عن أحوال مصر أثناء الحرب العالمية الأولى، طيب أنا عايز أعرف بقى الحرب العالمية الأولى بين مين ومين، وقامت سنة كام؟ الحرب العالمية الأولى
1914 ل 1918 الحرب العالمية الأولى بين مين ومين؟ ما بين دول الحلفاء، دولتي الحلفاء. طبعا دولتي الحلفاء اللي هي مين ومين؟ طبعا دولتي الحلفاء اللي هي انجلترا وفرنسا. دخلت معهم مين؟ دخلت معهم روسيا. بعد كده روسيا هتطلع من الحرب 1917. هتدخل معهم مين؟ هتدخل معهم أمريكا. طيب ضد مين؟ يبقى دول الحلفاء أو دولتي الوفاق اللي هي انجلترا وفرنسا. ضد مين؟ ضد ألمانيا، النمسا، المجر، الدولة العثمانية. الدولة العثمانية. ناخد بالنا بقى، الدولة العثمانية ممتلكاتها ضاعت. احنا اخدنا الحصة اللي فاتت الوفاق الودي، وعرفنا ان الوفاق الودي فرنسا قبليها كانت واخدة الجزائر وواخدة تونس، وبعد كده بناء على الوفاق الودي خدت مراكش. طيب ما انت عندك تونس والجزائر ممتلكات الدولة العثمانية، وعندك مصر ممتلكات الدولة العثمانية، فممتلكاتها ضاعت. فانا مش هاخد موقف سلبي، فالدولة العثمانية اتخذت موقف ايجابي من انقضاض دول الوفاق على ممتلكاتها، فراحت داخله ضدهم الحرب العالميه ايه؟ الحرب العالميه الاولى. يبقى الدوله العثمانيه دخلت الحرب العالميه الاولى ضد انجلترا وفرنسا على امل ان هي تسترجع ممتلكاتها. طب لو ما قدرتش استرجع ممتلكاتي هحافظ على الجزء المتبقي معايا. طيب ده الدوله العثمانيه وانجلترا وفرنسا كان في بينهم علاقات. دلوقتي الدوله العثمانيه دخلت الحرب ضدهم، دخلت الحرب ضدهم. تمام. يا ترى بقى انجلترا او اثر السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه، أثر السياسة الخارجية للدولة العثمانية أثرها على وضع مصر هيكون إيه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. نشوف كده أحوال مصر. عرفنا دلوقتي الحرب العالمية الأولى طبعا ما بين مين وما بين ما بين دول الحلفاء ضد دول الوسط. طبعا عندك دول الوسط اللي هي ألمانيا، وعندك النمسا والمجر دخلت ضدهم الدولة إيه؟ وداخلة معاهم الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كده داخلة الحرب ضد إنجلترا وفرنسا. يا ترى ده هيأثر على سياسة مصر؟ يا ترى السياسة الخارجية للدولة العثمانية كده هتأثر على وضع مصر؟ طبعا هيأثر على وضع مصر. ده هيأثر على وضع مصر في جميع النواحي، نواحي سياسية، نواحي اقتصادية، حتى النواحي الفكرية والثقافية هتأثر عليها. نشوف بقى إجراءات كده إنجلترا في مصر خلال الحرب العالمية الأولى. عندما قامت الدولة العثمانية بالدخول في الحرب قامت إنجلترا بالإجراءات الآتية. أول حاجة عملتها إنجلترا راحت لغي السيادة العثمانية على مصر، وأعلنت الحماية البريطانية. وأعلنت الحماية البريطانية. هتعزل عباس حلمي الثاني وتعين عمه حسين كامل ومنحته لقب سلطان، وبكده أصبح مساوي للسلطان العثماني. طبعا حسين كامل هيتولى الحكم من 1914 ل 1917. بعدها هيجي أحمد فؤاد الأول. بصوا بقى هنا كده، يبقى دلوقتي تغيير وضع مصر السياسي. وضع مصر السياسي اتغير. وضع مصر السياسي اتغير ازاي؟ اتلغت السيادة العثمانية. طيب يا ميسي، الدولة العثمانية كانت مصر خاضعة للدولة العثمانية بقالها قد ايه؟ مصر خاضعة للدولة العثمانية ما يقرب من 397 سنة زي ما قلت لك. طيب بناء على القانون الأساسي استمرت مصر تابعة للدولة العثمانية، ولكن من الناحية الإسمية. يبقى استمرت مصر تابعة للدولة العثمانية من الناحية الإسمية ما يقرب من 31 سنة. دلوقتي الدولة بالنسبة لبريطانيا بتلغي السيادة العثمانية نهائيا وأعلنت الحماية البريطانية. ليه بريطانيا عملت كده؟ ليه انجلترا عملت كده؟ طبعا بسبب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى. طيب هتشيل عباس حلمي الثاني، هتعزل عباس حلمي الثاني. ليه هتعزل عباس حلمي الثاني؟ لأن عباس حلمي الثاني كانت ميوله للدولة العثمانية، فأنا مش عايزه، لأن أنا لو طلبت منه إنه يدخل معايا الحرب مش هيدخل. فهروح شايل عباس حلمي الثاني واروح معين مكانه عمه حسين كامل، وهلقب حسين كامل بلقب السلطان. طب ليه حسين كامل؟ يبقى حسين كامل لان ميوله انجليزيه، فلما اطلب منه ادخل الحرب هيدخل. يبقى انا شلت عباس حلمي الثاني وعينت حسين كامل. ليه عينت حسين كامل؟ عشان اضمن ان مصر تدخل معايا ايه؟ الحرب. لما اقول له ادخل معايا الحرب هيدخل. هديله لقب سلطان. خلي بالك من التغيير اللي بيحصل. هديله لقب سلطان عشان يبقى مساوي راسه براس السلطان. يبقى معنى ذلك ان انا اعطيته لقب سلطان نكاية في الدولة ايه؟ نكاية في الدولة العثمانية. طيب هرفع كمان وظيفة المعتمد البريطاني. بدل ما يبقى معتمد بريطاني هيبقى مندوب بريطاني. يبقى وضع مصر السياسي في خلال العقد الثاني من القرن العشرين، وضع مصر السياسي اتغير زي ما عرفنا. اتلغت السيادة العثمانية، تم اعلان الحماية، تم عزل عباس حلمي الثاني، وتم تعيين حسين كامل. تبدأ بقى بريطانيا تستبد بالشعب المصري، فقامت بالإجراءات الآتية.
اول حاجه هتعملها هتجند المصريين قسرا للعمل في خدمه القوات البريطانيه. خدت الجيش بتاعنا عشان يشتغل كخدم للقوات البريطانيه، انا مش هشتغل كجندي، لا ده انا هشتغل خدم ليهم. هتبدا بقى تستغل الموارد الاقتصاديه. هتعمل ايه في الموارد الاقتصاديه؟ مصادره الحبوب والمواشي بابخس الاثمان. يعني هتاخد الحبوب والمواشي من عندنا بتمن ايه؟ بتمن رخيص. هتستولى على الاقطان المصريه برضو بتمن رخيص. هترفع اسعار الحبوب والغذائيه والمنسوجات واجور المواصلات دون ان يصاحب ذلك زياده في المرتبات. كل ده كده تغيير سياسي. اذا انا عندي سؤالين مقال ناخد بالنا منهم. ما العلاقه بين الحرب العالميه الاولى والوضع السياسي في مصر؟ هتكلم عن النقطتين اللي انا شرحتهم. ما العلاقه بين الحرب العالميه الاولى والوضع الاقتصادي في مصر؟ وضع مصر الاقتصادي. هتروح قايل لي كده ان هي مصادره الحبوب استولت على الاقطان، ارتفع الاسعار. معنى ذلك ان انا احوالي الاقتصاديه اثناء الحرب العالميه الاولى حصل لها ايه؟ حصل لها انهيار. حصل لها انهيار بسبب استغلال انجلترا للموارد الاقتصاديه. طيب انا حصل عندي مشكله اقتصاديه، فين المشكله الاقتصاديه اللي حصلت في مصر؟ هل في مصادرة الحبوب والمواشي والاستيلاء على الأقطان ولا في ارتفاع الأسعار؟ لا، ارتفاع الأسعار عمل لنا مشكلة إيه؟ عمل لنا مشكلة اقتصادية. طيب من خلال اللي أنا شرحاه برضه هتلاقي في عندي هنا فئة. الفئة دي كانت مستفيدة من وجود الاحتلال أثناء الحرب العالمية الأولى. الفئة ديت هتتأذي. مين الفئة ديت؟ اللي هم الأعيان. احنا قلنا ان انجلترا في مصر اعتمدت في السياسة الاقتصادية بتاعتها على الزراعة، فده ادى لازدياد نفوذ الاعيان. دلوقتي بتاخد منهم القطن بثمن رخيص. يعني قبل الحرب العالميه الاولى مثلا كانت بتاخد منها مثلا 100 قطن، مثلا امتار القطن منهم بتاخدوا مثلا منهم ب 100 جنيه، دلوقتي بتاخدوا منهم ب 10 جنيه. يبقى اذا الفئه اللي اتضرت مين؟ الاعيان. اتضرت من خلال مصادره ايه؟ من خلال مصادره الاقطان. تمام. ايضا هتفرض احكام عرفيه وكمكمه الصحافه. طيب احكام عرفيه، هل هي بريطانيا اول مره تصدر احكام عرفيه؟ طبعا عارفين الاحكام العرفيه بتبقى احكام استثنائيه اثناء الحرب، احكام بتتميز بالشده. يبقى فرضت الاحكام العرفيه عشان تتمكن من فرض سيطرتها على الامور الداخليه. بريطانيا مش اول مره تعلن الاحكام العرفيه. حد فاكر بقى امتى بريطانيا اعلنت احكام عرفيه قبل كده؟ ايوه تمام. امتى؟ سمع الاجابه صح، ساعه ضرب ايه؟ الاسكندريه. ضرب الاسكندريه كانت امتى؟ ضرب الاسكندريه 11 يوليو 1882. يبقى فرضت الاحكام العرفيه عندنا مرتين، مره ساعه ضرب الاسكندريه والمره الثانيه اثناء الحرب العالميه الاولى. تمام. كمكمه الصحافه، تمام، ده هيؤدي لتدهور الحياه الفكريه. إذا أحوال مصر أو السياسة اللي تبعتها بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى شبيهة بمين؟ مين اللي كان من الصحافة عندنا قبل كده؟ رياض، وزارة رياض. تمام. طب وعكس مين؟ عكس إسماعيل، لأن إسماعيل عطانا حرية إيه؟ عطى حرية الكتابة عشان يعمل ظهير إيه؟ شعبي. تمام. يبقى إذا كده تدهورت الحياة الفكرية طبعا بسبب الأحكام العرفية وتكميم إيه؟ الصحافة. ايضا هنكمل بقيه مظاهر التعسف السياسي لما منعت الجمعيه التشريعيه من الانعقاد. ولما اقول منع الجمعيه التشريعيه من الانعقاد المقصود بيها النواب، اللي هو مجلس النواب بتاعنا مش هتنعقد الجلسات بتاعته. ده هنسميه تعسف ايه؟ تعسف سياسي. كده حس المصريين كانهم في سجن كبير. طيب حس المصريين كانهم في سجن كبير، هل بسبب منع الجمعيه التشريعيه من الانعقاد؟ خلاص، يعني هل منع مجلس النواب من الانعقاد؟ جلسات مجلس النواب مش هتنعقد. تمام. يعني معنى ذلك ايه؟ معناها كمان منع مجلس النواب من الانعقاد، معناها ان مش هتبقى فيه رقابه وطنيه على الحكومه. ما احنا مش مجلس النواب بتاعنا بيراقب الحكومه. تمام. هل احنا حسينا بقى ان احنا في سجن كبير؟ هل عشان منع الجمعيه التشريعيه من الانعقاد ولا الاحكام العرفيه؟ لا، الاحكام العرفيه، لان احنا مش هنقدر نتنفس. يبقى حس المصريين كانهم في سجن كبير بسبب الاحكام ايه؟ الاحكام العرفيه. خلاص. اذا الحرب العالميه الاولى ادت الى ضرر لمصر من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الفكريه. ناخد بالنا من السؤال. العلاقة ما بين الحرب العالمية الأولى والوضع السياسي لمصر. حصل تغيير للوضع السياسي، وتروح قايل لي كده ان بريطانيا هتلغي السيادة وتعلن الحماية وهتعزل عباس حلمي الثاني وتعين عمه حسين كامل وعطته لقب ايه؟ لقب سلطان. خلي بالك بقى من تغيير الألقاب. انا عندي قبل كده اللقب بتاعنا اتغير من والي لخديوي. تغير اللقب بتاع الحاكم بتاعنا من والي لخديوي سنة 1867 بناء على الفرمان. وطبعا أول واحد هيتلقب بلقب خديوي إسماعيل، وإسماعيل كده اتلقب بلقبين. تمام.
هيجي دلوقتي هيتغير اللقب تاني، اتغير اللقب تاني للمرة التانية 1914. 1914 طبعا أول واحد هيتغير لقبه في القرن العشرين وهيتلقب بلقب سلطان هو حسين كامل. هنكمل بقى بقية التعسف السياسي، فهناخد النقطة الأخيرة اللي هي منع الجمعية التشريعية من الانعقاد. تمام؟ طيب العلاقة ما بين الحرب العالمية الأولى والوضع الاقتصادي، هتاخد الوضع الاقتصادي اللي هي مصادرة الحبوب والاستيلاء على الأقطان وارتفاع أسعار الحبوب. إذا الحرب العالمية الأولى كان ليها آثار سيئة على مصر. يجي سؤال يبقى عايز الإجابة دي كلها، إمتى يبقى عايز الإجابة دي كلها؟ لما أجي أقول دلل جنت مصر ويلات الحرب العالمية الأولى، جنت مصر ويلات الحرب العالمية الأولى. نسأل سؤال بسيط كده برضو قبل ما نتنقل للنقطة اللي بعديها. لما أجي أقول لك بريطانيا لغت السيادة وأعلنت الحماية البريطانية على مصر في ظل حكم، يعني مين اللي كان الحاكم اللي بيحكم مصر؟ عباس حلمي الثاني ولا حسين كامل؟ طبعا هتقول ان هي اعلنت الحمايه في عهد مين؟ عباس حلمي الثاني، لانها بعد ما اعلنت الحمايه شلته وراحت معينه مكانه عمه حسين كامل. طيب يا ترى الوضع عندي في مصر كده، انا كده عندي وضع مصر. وضع مصر بيقول ان هيبقى في حرب، وضع مصر بيقول ان هيبقى في ثوره عندنا، احنا هنعمل ثوره. طب يا ترى ايه الاسباب اللي هتخلينا نعمل ثوره 19؟ انا عندي اسباب كتير جدا تخليني اعمل ثوره 19. اولا الحاجات اللي عملتها انجلترا اثناء الحرب، الاحوال اللي عملتها انجلترا اثناء الحرب. تمام. نمرة 2 عندي ظروف دوليه هتخدم مصر، هتخلي مصر عندها امل في الحصول على الحريه والاستقلال. الظروف الدوليه دي انا هقسمها نصين، ظروف دوليه اثناء الحرب ما هي شغاله، وعندي ظروف دوليه بعد الحرب. تعالوا نشوف كده الظروف الدوليه. ظروف دوليه اثناء الحرب العالميه الاولى، ظروف دوليه اثناء الحرب العالميه الاولى. اثناء الحرب العالميه الاولى ما هي شغاله، الرئيس الامريكي ويلسون اصدر، طبعا الرئيس الامريكي ويلسون يبقى كده مين؟ يبقى دول مين؟ تبع دول مين؟ تبع دول الحلفاء. الرئيس الامريكي ويلسون اصدر 14 مبدأ. انا ما يهمنيش ال 14 مبدأ، انا يهمني مبدئين اللي هم يخدموني في المنهج، مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ انشاء عصبة الامم المتحدة. مبدئين الاثنين اجمل من بعض. مبدأ حق تقرير المصير يعني حق كل دولة تقرر مصيرها، تمام. طيب مبدأ انشاء عصبة الامم المتحدة، طبعا عصبة الامم المتحدة دي هيتم انشائها بعد انتهاء الحرب، معناها اللي هو عدم اللجوء للقوة لفض المنازعات ما بين الدول، يعني طرح الحل السلمي للقضايا، طرح الحل السلمي للقضايا. طب هو ليه الرئيس الامريكي ويلسون اعطى المبادئ دي؟ احنا شايفينها يعني مبادئ حلوه، فهيخلي كل دول العالم تنجذب ليه. معنى ذلك ان هو عايز ايه؟ عايز يجيب دعم دولي، عايزنا نبقى واقفين جنبيه اثناء اثناء الحرب ما شغاله، يبقى كده عايز دعم عايز دعم دولي، عايزنا نبقى واقفين جنبيه اثناء الحرب. اثناء الحرب، طب احنا لما نقف معاه اثناء الحرب، لما كل العالم يقف معاهم اثناء الحرب، يبقى كده بيضعف مين؟ يبقى كده بيضعف دول الوسط، بيضعف دول الوسط اللي هي المانيا والنمسا، وداخله معاهم الدوله وداخله معاهم الدوله العثمانيه. المبدئين دول عطونا الامل، مش عطونا الامل لينا احنا لوحدينا كمصر، لا، تعاطى الامل لكل الدول الخاضعه للاستعمار في حصولها على الحريه وعلى الاستقلال. طيب هو احنا بعد ما تنتهي الحرب لو احنا عايزين نحصل على الحريه والاستقلال بناء على المبادئ ديت هنروح فين؟ هنروح حاجه هم يعملوها اسمها مؤتمر الصلح. مؤتمر الصلح ده هيبقى فين؟ مؤتمر الصلح ده هيبقى في باريس، هيتعمل سنه 1919. اي دوله عايزه تحصل على حريتها واستقلالها هتروح مؤتمر الصلح. فالمبدئين دول عطونا الامل في الحصول على الحريه وعلى الاستقلال. يجي السؤال بقى يقول لك ايه اللي عطى الامل للمصريين اثناء الحرب العالميه الاولى؟ اللي عطى الامل للمصريين في الحصول على الحريه والاستقلال اثناء الحرب العالميه الاولى مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون. اشيل مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون واقول المبادئ الدوليه. او اثناء الحرب العالميه الاولى عندي امل في الحصول على الحريه والاستقلال اعتمادا على سياسات بعض الدول الكبرى. المقصود بسياسات بعض الدول الكبرى اللي هي مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون. طيب ايه كمان اللي عطاني امل في الحصول على الحريه والاستقلال اثناء الحرب؟ اللي عطاني امل في الحصول على الحريه والاستقلال اثناء الحرب هو طرح حل القضايا بالطرق السلميه، اللي هو عدم مبدا انشاء عصبه الامم المتحده. طيب لما نيجي نبص على المبادئ دي، طبيعي لما الرئيس الامريكي ويلسون يقول الكلام ده، انا كدوله مستعمره، انا كمصر كدوله مستعمره هقف مع مين؟ اكيد هقف مع الحلفاء.
يبقى معنى ذلك ان مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون عملت ايه؟ مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون خلت الدول المستعمره تتحالف مع مستعمريها، تتحالف مع مستعمريها. ادي كده انا عندي امل في الحصول على الحريه والاستقلال اثناء الحرب العالميه الاولى. انا اتاثرت هنا بمبادئ الرئيس الامريكي ويلسون او اتاثرت بالمبادئ الدوليه. طيب الحرب انتهت، يبقى انا دلوقتي هتكلم عن علاقه مصر بالدوله العثمانيه بعد انتهاء الحرب، يعني كاني بتكلم عن نتيجه الحرب العالميه الاولى. طبعا الحرب العالميه الاولى لما انتهت بهزيمه الدوله العثمانيه. لما اتهزمت الدوله العثمانيه اصبح المصريين غير ملزمين بقبول الدوله العثمانيه. خلاص انا مش عايز الدوله العثمانيه. واحد يقول لي يا ميسي طيب ما انت قلت من شويه ان بريطانيا لغت السياده العثمانيه. تمام، بريطانيا لغت السياده العثمانيه بس ما زال موجود عندي حاكم عثماني، ما زال موجود عندي حاكم عثماني، فانا مش عايز الحاكم العثماني، انا مش عايز الحاكم العثماني، يبقى انا مش عايز الدوله العثمانيه ولا عايز فكره الجامعه الاسلاميه اللي كان بيدعو ليها جمال الدين الافغاني ثم تبناها السلطان عبد الحميد الثاني. فانا مش عايز، انا لا عايز دوله عثمانيه ولا عايز جامعه اسلاميه. امال انا عايز ايه؟ انا عايز مصر للمصريين، انا عايز القوميه المصريه، عايز الجامعه المصريه، عايز احس بالولاء والطاعه لحاكم مصري. يبقى كده تغير اتجاهنا نحو الدوله العثمانيه. ممكن يجي سؤال مقارنه هنا، قارن ما بين علاقه مصر بالدوله العثمانيه قبل الحرب وبعد الحرب. تمام؟ وبكده اصبحت الحركه الوطنيه بتاعتنا بعد الحرب العالميه الاولى، اصبحت الحركه الوطنيه بتاعتنا تتركز حول محورين: انهاء الاحتلال البريطاني لمصر، انهاء الاحتلال البريطاني لمصر، واعلان مصر دوله مستقله ذات سياده. ناخد بالنا من الكلام، واعلان مصر دوله مستقله ذات سياده. يجي سؤال برضو هنا مقارنه، قارن بين اهداف الحركه الوطنيه قبل الحرب العالميه الاولى وبعد الحرب العالميه الاولى. طبعا قبل الحرب العالميه الاولى احنا عايزين نخلص من الاحتلال لكن متمسكين بالدوله العثمانيه. طب بعد الحرب العالميه الاولى، بعد الحرب العالميه الاولى انا عايز اخلص من الاحتلال وعايز اعلن مصر دوله مستقله ذات سياده. طيب بدل ما نجيب مقارنه نجيب اديني وجه الشبه ووجه الاختلاف ما بين اهداف الحركه الوطنيه قبل الحرب وبعد الحرب. القسم المشترك ما بين اهداف الحركه الوطنيه قبل الحرب وبعد الحرب هو التخلص من الاحتلال. طيب الاختلاف في الهويه المصريه او في الشخصيه المصريه. قبل الحرب احنا متمسكين بالدوله، بعد الحرب انا عايز استقلال كامل، انا عايز الاعتراف بمصر دوله مستقله ذات سياده. طبعا مين بقى اللي هيبدا يتزعم الكلام ده؟ اللي هيتزعم الكلام ده سعد الزغلول. ممكن نجيب هنا وجه اختلاف. ايه وجه الاختلاف ما بين مصطفى كامل وسعد الزغلول؟ مصطفى كامل متمسك بالدوله العثمانيه، اما سعد الزغلول مش عايز الدوله العثمانيه ولا عايز الاحتلال. معنى ذلك ان الاختلاف ما بين سعد الزغلول ومصطفى كامل في الهويه المصريه، في الهويه المصريه. طيب انا عرفت دلوقتي ان انا عندي كم هدف؟ انا دلوقتي عندي هدفين، التخلص من الاحتلال والاعتراف بمصر دوله مستقله ذات سياده. طيب بناء على كلام المبادئ الرئيس الامريكي ويلسون، طيب عشان نحقق الهدفين دول هنروح فين؟ هنروح مؤتمر الصلح. مؤتمر الصلح اللي هيتعمل فين؟ مؤتمر الصلح اللي هيتعمل في باريس. هيتعمل سنة كام؟ في شهر يونيو 1919. ناخد بالنا من الكلام. طب هو مؤتمر الصلح في باريس هل معمول عشاني؟ هل معمول عشان مصر؟ هل معمول عشان الجزائر؟ هل معمول عشان تونس؟ لا خالص. امال مؤتمر الصلح معمول ليه؟ مؤتمر الصلح معمول للنظر في تسويات نتائج الحرب العالميه الاولى. معنى ذلك ان مؤتمر الصلح في باريس معمول للنظر في تغيير خريطه العالم. طبعا بتنتهي الحرب بفريق منتصر وفريق مهزوم، فالخريطه بتتغير، فهم بينظروا في نتائج الحرب العالميه الاولى. طبعا هيبدا بقى يتشكل وفد من عندنا من المصريين، احنا خلاص بنجهز نفسينا، المحامين بتوعنا يجهزوا نفسيهم عشان يروحوا مؤتمر الصلح. مين عندي الوفد المصري بتاعي؟ مين اللي بيمثل المصريين؟ سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي. احنا لسه يا اولاد في شهر نوفمبر 1918 هنروح نقابل المندوب السامي البريطاني وينجت. ناخد بالنا وينجت مندوب، انا قلت مندوب طبعا لان في اثناء الحرب العالميه الاولى لما قامت الحرب العالميه الاولى قلنا ان هي غيرت اللقب بتاع الحاكم بتاعنا، رفعته من خديوي السلطان وغيرت وظيفه المعتمد بتاعها، فرفعته من معتمد الى مندوب. فعشان كده بقول المندوب مين؟ المندوب وينجت. يروحوا يقابلوا الثلاثه. المندوب وينجت لو سمحت اسمح لنا بالسفر، احنا عايزين نسافر. نروح فين؟ عايزين نسافر نروح لندن عشان نتفاوض مع الحكومه البريطانيه.
ناخد بالنا اهو. يبقى احنا هنروح لندن عشان نتفاوض مع الحكومة البريطانية عشان حكومة بريطانيا تسمح لنا بالسفر إلى باريس. خلي بالك ده هم هيلفوا لفة طويلة. ده دليل على ايه؟ ده دليل على تخبط الحركة الوطنية. يا جماعة الرئيس الأمريكي ويلسون قال اللي عايز يحصل على حريته واستقلاله يجي عندنا في مؤتمر الصلح في باريس. مش هتلفوا اللفة دي كلها. فده إن دل على شيء بيدل على تخبط الحركة ايه؟ بيدل على تخبط الحركة الوطنية. تمام. طبعا وينج تتعامل معاهم بكل عجرفة، تتعامل معاهم بكل تعنت. طيب وانتوا معاكم صفة رسمية تخليكم انتوا الثلاثة متحدثين باسم الأمة المصرية؟ لا ما معناش. يبقى انتوا مش هتسافروا. تمام. سؤال يقول لي واحد يقول لي طب يا مس هم ليه اصلا راحوا يجيبوا موافقة المندوب؟ عشان نطلع بصفة رسمية. احنا عايزين نطلع بصفة رسمية، فعشان كده لازم نجيب موافقة مين؟ المندوب. تمام. طبعا هنا بقى سعد زغلول والمصريين مؤمنين تماما بمبادئ الرئيس الامريكي ويلسون، واحنا عندنا امل في الحصول على الحريه والاستقلال بناء على هذه المبادئ. طيب سعد زغلول بقى يعمل ايه؟ طبعا سعد زغلول بسرعه راح مشكل هيئه اسمها الوفد المصري، هيشكل حزب الوفد. تمام. طيب وبعد ما شكل حزب الوفد ابدا اجيب توكيلات من الامه. خلي بالنا بقى نشوف هنا. طبعا هنجيب توكيلات من الامه. طبعا كل الامه المصريه نساء ورجال مسلمين واقباط كلهم عملوا توكيل لمين؟ للوفد. وبكده اصبح الوفد العمود الفقري للحركه الوطنيه. اصبح العمود الفقري للحركه الوطنيه، واصبح المتحدث الرسمي باسم الامه المصريه. نرجع بقى قبل ما نكمل. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي ان سعد الزغلول ورفاقه راحوا يقابلوا المندوب. ليه راحوا يقابلوا المندوب؟ عشان نحصل على الصفة الرسمية. طيب وينجد رفض. ليه؟ لان هم ما معهمش الصفة الرسمية. فسعد عمل ايه؟ سعد راح مشكل الوفد. طيب تشكيل سعد للوفد المصري يدل على ايه وليه عمل الوفد؟ طبعا عمل الوفد بسبب تعنت وينجد او بسبب رفض بريطانيا للمطالب بتاعتهم. طيب ايه الدليل؟ يعني ايه بيدل على الوفد؟ تشكيل الوفد بيدل على ايه؟ بيدل على ان سعد مؤمن بمبادئ الرئيس الامريكي ويلسون، عنده ثقه في مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون. طيب حركه التوكيلات، الشعب عمل حركه توكيلات. ده بيدل على ايه؟ بيدل على الوعي الوطني، بيدل على الوعي القومي. يجي سؤال يقول لك اول حاجه عملها سعد زغلول عشان يسافر خلاص كانت التوكيلات خلاص، ولا تشكيل الوفد، ولا الذهاب لوينجد؟ طبعا هتبقى الذهاب لمين؟ الذهاب لوينجد. راح لوينجد وبعد كده شكل الوفد وبعد كده جمع ايه؟ التوكيلات. طبعا هياخد التوكيلات ويروح يوديها لمين؟ لوينجد. وينجد استغرب، ازاي؟ دي كده في حاجه جديده في مصر، دي كده في حاجه اسمها قوميه مصريه، ده كده في حاجه شعب واحد مسلمين واقباط يد واحده. فاحنا عايزين ننهي الحركه الوطنيه، عايزين نقضي على الحركه الوطنيه، عايزين نقضي على القوميه المصريه. عشان يعمل كده يعمل ايه بقى وينجد؟ راح نفى سعد زغلول ورفاقه. نفاهم لفين؟ نفاهم لجزيره مالطا في البحر المتوسط. يعني سعد زغلول اتنفى للمره الاولانيه الى جهه الشمال. طبعا هو نفاهم ليه؟ كان ظنا منه ان هو كده بيدفي الحركه الوطنيه، بيقضي على الحركه الوطنيه او بيقضي على القوميه المصريه. اذا العمود الفقري في الحركه الوطنيه او الشراره اللي اندلعت منها ثوره 19 حركه التوكيلات. من خلال استعراضنا للكلام اللي احنا قلناه ده كله، انا عايز اعرف دلوقتي ايه الاسباب التي ادت لقيام ثوره 19. طيب مما سبق نستنتج اسباب قيام الشعب المصري بثوره 19. على طول واحنا مغمضين عينينا هنقول الاجراءات اللي عملتها بريطانيا في مصر اثناء الحرب العالميه الاولى. المصريين حسوا ان هم في سجن ايه؟ في سجن كبير. نمره 2 مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون اثناء الحرب. نمره 3 هزيمه الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى، هزيمه الدوله العثمانيه. 4 نفي سعد زغلول لجزيره مالطا. تمام. يبقى انا قدامي كم سبب ادى لقيام الثوره؟ عندي 4 اسباب. تمام. من خلال ال4 اسباب اللي انا قلتهم، قلت اجراءات انجلترا في مصر اثناء الحرب، وقلت مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون، وقلت هزيمه الدوله العثمانيه، ونفي سعد زغلول. اديني السبب المباشر اللي ادى لاشتعال الثوره. طبعا السبب المباشر اللي ادى لاشتعال الثوره هو نفي سعد زغلول لجزيره مالطا.
احنا ممكن نضيف كمان عامل تاني، نمو الوعي القومي. نمو الوعي القومي. ثورة 19 تعتبر هي ثورة قومية. هي ليه ثورة قومية؟ تعتبر أول ثورة قومية في التاريخ. ليه تعتبر أول ثورة قومية في التاريخ؟ لأن هي قايمة على أساس قومي. كلمة قومي يعني قايمة على أساس جنسيتي، قايمة على أساس إن إحنا مصريين، مسلمين وأقباط يد واحدة. ثورة مدنية لأن نظامها السياسي قايم على أساس قومي، على أساس المسلمين والأقباط. أنا ما عنديش نظام سياسي خاص للمسلم، ما عنديش نظام سياسي خاص للمسيحي، إحنا نظام سياسي بيضمنا كلنا. فهي ثورة قومية لأنها قايمة على أساس قومي وليس على أساس ديني. ثورة مدنية لأنها قايمة على أساس إن المصريين أمة واحدة، مسلمين وأقباط يد واحدة. ثورة قايمة عايزة تخلص من السيطرة الأجنبية كلها. وكلمة السيطرة الأجنبية المقصود بيها إن أنا عايز أخلص من الاحتلال وعايز أخلص من الدولة العثمانية. تمام؟ يبقى كده ثورة إيه؟ ثورة 19 أول ثورة قومية. شوف بقى كده يا أولاد، يا ترى الثورة دي أنا عرفت أسبابها دلوقتي، أنا عايز أعرف أحداث الثورة وموقف بريطانيا من ثورة 19. طبعا إحنا هنتنوع أساليب المقاومة في ثورة 19. إحنا هنعمل كذا أسلوب، بس إحنا أول أسلوب هنبدأ بيه هي المقاومة الإيجابية اللي هي ثورة العنف. طبعا بريطانيا لما نفذ سعد زغلول كانت معتقدة إنها بتخمد أو بتطفي نيران الثورة. لا، دي أنت نفيتي سعد زغلول والثورة اشتعلت. تمام؟ يبقى اذا اول مقاومه هنستخدمها او اول اسلوب احنا هنستخدم ثوره ايه؟ العنف او المقاومه الايجابيه. تحت المقاومه الايجابيه يا اولاد انا هتكلم عن 3 نقط. هتكلم نمره 1 ان هي ثوره شعبيه. طيب ثوره شعبيه. هتكلم تاني حاجه نمره 2 هتكلم عن ان هي ثوره تعبر عن الوحده الوطنيه. 3 ثوره تعبر عن تطور اجتماعي. نبدا بقى بالشرح. تعالوا عند ثورة شعبية. عند ثورة شعبية هقول لك ثورة تتميز بالشمولية. يعني ايه يا مس شعبية ويعني ايه شمولية؟ كلمة شعبية أو شمولية يعني كل فئات الشعب اشتركت في الثورة دي. كل الفئات يعني الناس على مختلف المستويات. اشترك طلبة، اشترك مثقفين، أفندية، عمال. تعطلت حركة المواصلات ودارت الاشتباكات مع رجال البوليس. ركزوا في الكلام شوية كده كويس. بنقول قامت على يد الطلبة، المثقفين، الأفندية، العمال. يبقى كل الفئات مشتركة فيها. طيب يا مس هي ليه ثورة شمولية؟ هي ليه الثورة دي تتميز بالشمولية؟ ليه ثورة شعبية؟ ليه كل الفئات اشتركت في الثورة بالشكل ده؟ هقول كل الفئات اشتركت في الثورة ده بسبب الإجراءات اللي عملتها بريطانيا في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. هقولها بطريقة تانية، بسبب وحدة المعاناة الاجتماعية. كلنا على مختلف مستوياتنا كلنا بنعاني من اللي عملته بريطانيا فينا أثناء الحرب العالمية الأولى. عشان كده ثورة شعبية أو ثورة تتميز بالشمولية. طيب الثورة دي بدأت بمظاهرات في القاهرة. هل هتفضل مكسورة على القاهرة؟ لا، هي مش هتفضل مكسورة على القاهرة. الثورة هتشمل كل أقاليم مصر. امتدت الثورة إلى مدن الأقاليم، امتدت إلى القرى، واشتركوا الفلاحين وقاموا الفلاحين بتقطيع خطوط المواصلات والسكك الحديدية والتليفون والتلغراف، وانقطعت الصلة ما بين القاهرة وما بين الأقاليم. وتمكنت بعض المناطق من الاستيلاء على السلطة زي ما حصل في مدينة زفتة، وتكونت لجان ثورية لتنظيم النضال ضد الإنجليز. ركزوا بقى في الكلام كده. نرجع أسأل بقى أسئلة كده ويا ريت نشترك مع بعضنا. لما اجي اقول لك دلل من خلال النقط اللي انا شرحتها دي، من خلال النقطه اللي انا شرحتها حالا، دلل. فشلت سياسه دلب التعليميه. طبعا هو دلب كان هدفه من سياسه التعليم ان هو ينشئ لي جيل سلب الاراده، يخلي نسبه التعليم عندنا قليله، ما فيش عندي نسبه متعلمين. صح؟ تمام. يا ترى السياسه بتاعت دلب نجحت ولا فشلت؟ هقول لك السياسه فشلت. طب فين الدليل؟ مين اللي اشترك في الثوره؟ الثوره دي قامت على يد مين؟ قامت على يد الطلبه والمثقفين. قامت على يد الطلبه والمثقفين. يبقى انت كنت عايز تنشئ لي جيل سلبي الاراده، عايز تخلي نسبه التعليم منخفضه، لكن اهو ثوره 19 مين اللي قايم بيها؟ قايم بيها طلبه وقايم بيها مثقفين. السؤال الثاني، اديني دور الفلاح في ثوره 19. دور الفلاح في ثوره 19. السؤال ده جاء قبل كده برضه ثانويه عامه. ما هو دور الفلاح في ثوره 19 لما كانت الاسئله اسئله مقال؟ طبعا هنا هنكتب هنا السؤال دور الفلاح في ثوره 19. طبعا دور الفلاح قام بتقطيع خطوط السكك الحديديه وقطع خطوط التليفون والتلغراف، وقام بمهاجمه مراكز البوليس، وانقطعت الصله ما بين القاهره وما بين الاقاليم. ادي كده دور الفلاح. تمام. يجي السؤال يقول لك
ايه العامل الاساسي برضو من اللي انا شرحته ده؟ اديني العامل الاساسي اللي ادى لنجاح ثوره 19. طبعا الاجابه قدامنا. العامل الاساسي اللي ادى لنجاح ثوره 19 هو انقطاع الصله بين القاهره وما بين الاقاليم. طب يا ميسي، هي ليه انقطعت الصله بين القاهره والاقاليم؟ بسبب اتساع نطاق الثوره، لان الثوره مش مقصوره بس على القاهره، دي شملت كل ايه؟ شملت كل الاقاليم، شملت كل الاقاليم. طيب من خلال برضو دول، من خلال النقطه اللي انا بشاور عليها ديت، اديني اكتر حاجه ضرت الانجليز. اكتر حاجه ضرت الانجليز تقطيع خطوط السكك الحديديه. طبعا انت عارف بريطانيا وعارف اهميه طرق المواصلات عندها وخطوط السكك الحديديه عندها. يبقى اذا اكتر حاجه ضرت بريطانيا هو تقطيع خطوط السكك ايه؟ الحديديه. مين اللي كان ليه عنصر، او مين اللي كان العنصر الفعال في نجاح ثوره 19؟ الفلاح. يبقى ثوره 19 نجحت بسبب قطع خطوط ايه؟ بسبب قطع الصله ما بين القاهره وما بين الاقاليم. انقطعت الصله ما بين القاهره والاقاليم بسبب اتساع نطاق الثوره، لانها شملت كل الاقاليم. طب لما اقول الكلمه ديت ما بتفكرناش بحاجه؟ يا ميس بتفكرنا بايه؟ ثوره القاهره الاولى. ثوره القاهره الاولى، طبعا ثوره القاهره الاولى هل فضلت في القاهره؟ لما نابليون دخل الازهر بخيوله امتدت الثوره وشملت كل الاقاليم بتاعت مصر. يبقى معنى ذلك ان ثوره القاهره الاولى فيها تأييد شعبي، ثوره 19 فيها تأييد ايه؟ تأييد شعبي. طيب بص معايا برضو من اللي انا شرحته ده، اديني مظاهر المقاومه الايجابيه. فين مظاهر المقاومه الايجابيه هنا؟ هل مهاجمه مراكز البوليس وتقطيع خطوط السكك الحديديه والتليفون والتلغراف؟ لا يا مس، دي مش مقاومه ايجابيه. امال دي اعمال شغب. امال فين المقاومه الايجابيه؟ وفين مظاهر العصيان المدني؟ المقاومه الايجابيه ومظاهر العصيان المدني تتمثل في الاستيلاء على السلطه كما حدث في مدينه زفته. زفته دي تبع محافظه الشرقيه، وتكوين لجان ثوريه لتنظيم النضال ضد الانجليز. دول يعتبروا كده مظاهر المقاومه ايه؟ الايجابيه. طيب لما يجي سؤال يقول لك استولى الثوار على السلطه في زفته، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على انقطاع الصله ما بين القاهره وما بين الاقاليم، وبيدل على اتساع نطاق ايه؟ اتساع نطاق الثوره. فين مظاهر العصيان المدني؟ مظاهر العصيان المدني هو نفس الكلام، استيلاء الثوار على السلطه كما حدث في مدينه زفته، وتشكيل لجان ثوريه لتنظيم النضال ضد الانجليز. تمام؟ يبقى اذا دلوقتي احنا خدنا ثوره شعبيه، ثوره تتميز بالشموليه. نمره 2، الثوره ديت اشترك فيها المسلمين والاقباط، وحده وطنيه مسلمين واقباط بهدف الاستقلال عن الانجليز والدوله العثمانيه. اذا ثوره 19 بتعبر عن بدايه دخول مصر عصر الاستقلال الوطني، بدايه دخول مصر عصر الاستقلال الوطني. طب انا عايزه ادله بقى على ان ثوره 19 بتعبر عن وحده وطنيه، بتعبر عن وحده وطنيه. هقول لك تبادل الخطب، القساوسه والمشايخ. تبادل الخطب بالنسبه لمشايخ الازهر هيخطبوا امام مسبح الكنيسه المرقسيه. طبعا المسبح ده حاجه مقدسه في الكنيسه زيها زي المنبر الموجود عندنا، فطبعا مشايخ الازهر هيخطبوا امام مسبح الكنيسه المرقسيه. وطبعا القساوسه هيخطبوا عندنا على منبر الجامع الازهر. ده احنا نطلع منها كذا سؤال. اديني المؤسسات الدينيه اللي اشتركت في ثوره 19. موجود عندك الجامع الازهر والكنيسه المرقسيه. طيب الازهر اشترك في ثوره 19. طيب ده بيشبهني بايه؟ بيشبه بدور الازهر في ثوره القاهره، في ثوره القاهره الاولى. يبقى اذا معنى ذلك ان في تشابه ما بين ثوره القاهره الاولى وثوره 19. اولا تأييد شعبي اللي هي لما انطلقت الثوره في كل الاقاليم. ثانيا ان الثورتين واخدين طابع ديني، ثوره القاهره الاولى اللي نظمها الازهر، وثوره 19 اشترك فيها ايه؟ الازهر. طب اديني دليل تاني على ان ثوره 19 بتعبر عن وحده وطنيه. طبعا الهلال بقى اللي هو الشعار بتاع الثوره، العلم بتاع الثوره كان عباره عن الهلال وفي وسطه ايه؟ الصليب. ودي اكتر حاجه بتدل على ان ثوره 19 ثوره ايه؟ ثوره وطنيه تعبر عن تلاحم الشعب المصري، مسلمين واقباط يعتبروا يد ايه؟ يد واحده. ثوره بتعبر عن اكثر تطور في التاريخ، تطور اجتماعي. هي احدث التطور في كل المجالات، لكن اخطر تطور عملته لنا في المجال الاجتماعي. المراه، ما يقرب من 300 امراه اشتركوا مع الرجال في المظاهرات، مظاهرات في الشوارع، وعملوا على اقامه المتاريس لاعاقه حركه المرور. يجي السؤال يقول لك لكل ثوره ايقونه تميزها، فثوره 19 الايقونه اللي بتميزها ايه؟ اللي بتميزها الجانب السياسي ولا الجانب الاجتماعي؟ لا، الجانب الاجتماعي اللي هو اشتراك ايه؟ اشتراك المراه. ثورة 19 لما قامت مين كان بيحكم مصر؟ أحمد فؤاد. اللي كان بيحكم مصر السلطان أحمد فؤاد.
طب القومية المصرية لما ظهرت في عهد مين؟ برضو مين بيحكم مصر؟ برضو السلطان أحمد فؤاد. كده احنا استخدمنا عنف. طب واحد هيقول لي يا مس ممكن يجي سؤال يشمل كل ده؟ لما يجي سؤال يقول لك دلل ثورة 19 تعبر عن تلاحم قوى الشعب المصري، تلاحم قوى الشعب المصري، أو ثورة 19 تعبر عن وحدة نسيج الشعب المصري. يا ترى بقى أنا عايزة أعرف دلوقتي موقف بريطانيا، احنا استخدمنا عنف ضد بريطانيا، يا ترى بريطانيا هتعمل معانا إيه؟ أكيد بريطانيا هتقابل العنف بعنف أفظع. يبقى موقف بريطانيا من ثورة 19، قابلت بريطانيا أو قابلوا الإنجليز ثورة 19 بكل أنواع العنف، ارتكبوا أفظع الجرائم، حرق القرى، توجيه حملات انتقام للوجه الإبلي والوجه البحري، قصف المدن والقرى بالقنابل والطائرات. يبقى قبل العنف بالعنف. تمام، يبقى انا عملت عنف وهم قبل عنف. افظع جرائم، انتقام وجه ابلي وجه بحري، هدم قرى، قصف بالقنابل من خلال ايه؟ الطائرات. يا ترى بقى احنا يا مصريين هنعمل ايه؟ هنروح نستخبى؟ لا اكيد، بس احنا عندنا القدره ان احنا هنستمر في المقاومه، بس هستمر في المقاومه باسلوب تاني. يبقى انا هغير اسلوب المقاومه بتاعي. يبقى معنى ذلك المصريين عندهم مهاره استراتيجيه. طب هغير اسلوب المقاومه ازاي؟ هغير اسلوب المقاومه، هتحول من مقاومه ايجابيه لمقاومه سلبيه. مقاومه سلبيه يا مصر يعني هنعمل ايه؟ نمره واحد هنعمل اضراب عن العمل، هنعمل اضراب عن العمل، ادي واحد. نمره اتنين هنعمل مقاطعه للبضائع، مقاطعه للبضائع الانجليزيه. ثلاثه هنعمل جمعيات سريه. تاني، يبقى اذا معايا، يبقى لجأ الشعب المصري الى تغيير اسلوب مقاومته. يبقى انا هغير الاستراتيجيه بتاعتي، هتحول من مقاومه ايجابيه لمقاومه سلبيه. طيب مظاهر المقاومه السلبيه، نمره واحد اضراب عن العمل، لا الفلاحين يزرعوا ولا العمال يروحوا الشغل بتاعهم، ولا الموظفين يروحوا الشغل بتاعهم. هنعمل مقاطعه للبضائع، هنعمل جمعيات وطنيه سريه. من اهم الجمعيات السريه موجوده عندي اليد السوداء، جمعيه المصري الحق، جمعيه الانتقام. السؤال يجي هنا يقول لك في جمعيات كانت موجوده وتم احيائها، جمعيه الانتقام. طيب جمعيه الانتقام ديت دلوقتي حالا موجوده في عهد مين؟ موجوده في عهد احمد فؤاد الاول. طب هي كانت موجوده قبل كده في عهد مين؟ كانت موجوده عندك في عهد توفيق، في اواخر عهد توفيق اللي هو بعد الاحتلال، اللي هي جمعيه الانتقام اللي كانت بتدعو للانتقام للانجليز عن طريق ايه؟ عن طريق الاغتيال. وقلت ساعتها اختفت المقاومه المسلحه عندي من 83 لحد 92 بسبب القاء القبض على اعضاء جمعيه الانتقام. يبقى من الجمعيات اللي كانت موجوده ايام توفيق وتم احيائها ايام احمد فؤاد الاول هتقول جمعيه ايه؟ الانتقام. نتائج ثوره 19. خلي بالك بقى، طبعا بريطانيا دلوقتي انا استخدمت عنف، هي استخدمت ايه؟ معايا عنف. تمام، هي لما استخدمت معايا عنف انا ما بطلتش مقاومه، بس هقاوم باسلوب تاني، انا غيرت اسلوب المقاومه بتاعي. بريطانيا بس ادركت ان هي قدام ثوره شعبيه لا مثيل لها. انا ما شفتش الثوره دي في مصر من ساعه الثوره ايه؟ من ساعه الثوره العربيه. ليه بريطانيا ادركت ان هي قدام ثوره شعبيه لا مثيل لها؟ ادركت بريطانيا ان هي قدام ثوره شعبيه لا مثيل لها بسبب استمرار الثوره رغم استخدام العنف. انا استخدمت كل وسائل العنف والثوره ايه؟ والثوره مستمره. تمام. طيب يبقى انا مش هينفع استمر في العنف مع الشعب ده، الشعب ده مش هينفع مع العنف، فانا لازم اغير سياستي، فهتغير سياستها من الشده الى اللين. يجي السؤال يقول لك هي ليه بريطانيا غيرت سياستها من الشده للين؟ بريطانيا غيرت سياستها من الشده للين طبعا بسبب استمرار ايه؟ او نتيجه ايه؟ نتيجه استمرار الثوره رغم مواجهتها بالعنف. او بريطانيا غيرت سياستها من الشده للين بسبب ان الشعب المصري غير اسلوب المقاومه للمقاومه السلبيه. طيب هتعمل بقى ايه بريطانيا؟ طبعا بريطانيا اول حاجه هتعملها هتبدا تفرج عن سعد زغلول وتسمح له بالسفر لباريس. ناخد بالنا من اللي هي هتعمله في سعد. يبقى انا هسمح لسعد بالسفر لباريس. في الوقت نفسه انا اتامرت مع اعضاء مؤتمر الصلح لما يجي لكم سعد تعترفوا بالحمايه البريطانيه على مصر. انا عندي اسئله هنا كتير. طيب هي ليه بريطانيا عايزه الدول الاوروبيه تعترف بمبدا الحمايه؟ عشان تاخد صفه شرعيه، يبقى ما حدش هيقدر يطلعها وما حدش هيقدر يعترض على وجودها، يبقى كده بريطانيا هتاخد صفه شرعيه. طيب بريطانيا عشان تقضي على ثوره 19 من النقطه اللي انا شرحتها كده عملت ايه؟ شكلت وفد مضاد للحركه الوطنيه في الخارج. لما اتأمرت مع اعضاء مؤتمر الصلح لما يجي لكم سعد كلكم تعترفوا بمبدا الحمايه. يبقى اذا انا هفرج عن سعد، هسمح له بالسفر لباريس، سديت الطريق قدام سعد
اتحالفت مع اعضاء المؤتمر لما يجي لكم سعد تعترفوا بمبدا الحمايه، هعمل ايه كمان؟ هخلي سعد يمشي من هنا، وهحاول ان انا اقضي على الحركه الوطنيه، احاول اقضي على الوحده الوطنيه اللي موجوده. فهعمل ايه؟ هبعت لجنه ميلنر عشان تتفاوض مع الشعب عشان تحصل على اعتراف بمبدا الحمايه. موقف سعد زغلول من قرارات مؤتمر الصلح او نتائج سفر الوفد الى باريس. طبعا سعد زغلول هيسافر لباريس. يا ترى سعد زغلول هيسافر لباريس اعتمادا على ايه؟ هل اعتمادا على التوكيلات ولا اعتمادا على مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون؟ لا، هو انا هسافر اعتمادا على مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون. يفاجئ سعد لما يروح باريس، يفاجئ ان كل اعضاء مؤتمر الصلح بيعترفوا بمبدا الحمايه. يا ترى سعد هييأس؟ لا، مش هييأس، لم ييأس سعد، واستمر موجود هناك في اوروبا. استمر هناك في اوروبا بيناشد البرلمانات، بيناشد البرلمانات بتاعت الدول الاوروبيه. ليه؟ بما تفسر ليه استمر سعد في الخارج يناشد البرلمانات؟ طبعا بيناشد البرلمانات عشان يحاول يمنعهم عدم الاعتراف بمبدأ الحماية على مصر. نمرة 2، عشان ادي الامل للمصريين في الحصول على الحرية وعلى الاستقلال. لو رجعت الشعب هيعمل له عملية ايه؟ هيجي له عملية احباط. فانا مش هرجع، انا هستمر موجود هناك. اناشد البرلمانات عشان ما يعترفوش بمبدأ الحماية، احاول امنعهم عدم الاعتراف بمبدأ الحماية. دي حاجة تانية، ان انا بدي الامل للشعب من اجل الحصول على الحرية وعلى الاستقلال. معنى ذلك ان سعد زغلول بيقود حركة الكفاح من الخارج، بيقود حركة الكفاح من الخارج. نرجع للكلام اللي انا قلته. هي ليه الدول بتاعت مؤتمر الصلح اعترفت بالحماية على مصر؟ طبعا طبيعي، مؤتمر الصلح مين اللي مسيطر عليه؟ مين رئيس مؤتمر الصلح؟ امريكا. مين الاعضاء؟ انجلترا وفرنسا، بينهم مصالح مشتركه. يبقى اذا اعترفوا بمبدا الحمايه عشان بينهم مصالح ايه؟ مصالح مشتركه، بينهم مصالح مشتركه. السؤال هنا بقى، موقف الرئيس الامريكي من القضيه المصريه موقف متناقض. ليه يا مصر متناقض؟ لانه اثناء الحرب العالميه الاولى اعطانا مبدا حق تقرير المصير، اعطى مبدا حق تقرير المصير. بعد الحرب بيعترف بالحمايه. معنى ذلك ان الادعاءات او الشعارات الرنانه اللي هم قالوها اثناء الحرب العالميه الاولى كلها تعتبر شعارات ايه؟ وهميه. كلها تعتبر شعارات وهميه. تمام. لم يظل سعد زغلول في باريس يناشد البرلمانات. يعني ايه البرلمانات؟ اي سلطه كده. البرلمان اللي هو السلطه التشريعيه، البرلمان اللي هو السلطه التشريعيه. يبقى ظل سعد زغلول بيناشد السلطه التشريعيه. طيب يجي السؤال يقول لك لم ييأس سعد. الكلام ده ما خدناهوش قبل كده، ما يفكرنيش بحد. فكرني بمين؟ فكرني بمصطفى كامل. فكرني بمصطفى كامل امتى؟ بعد حادثه فاشوده. لم يتملكه اليأس. السلطان بتاعنا الخديوي بتاعنا اصيب باليأس اللي هو عباس حلمي الثاني، اما بالنسبه لمصطفى كامل ما يئس. طيب واستمر في باريس يناشد، برضه بيشبهني بمصطفى كامل. مصطفى كامل بعد حادثه دين شوي استغل الحادثه وظل يناشد البرلمانات الاوروبيه ويندد به الاحتلال. يبقى اذا شبه مصطفى كامل مرتين. لو جبت كلمه اليأس يبقى شبه مصطفى كامل في حادثه ايه؟ فاشوده. لو قلت ان هو استمر يناشد البرلمانات يبقى برضو كده شبه مصطفى كامل بعد حادثه ايه؟ دين شوي. طب يا سعد يا زغلول، هو انت بقود حركه الكفاح في الخارج وسايب جوه مصر؟ قال لك لا، انا بقود حركه الكفاح في الداخل وفي الخارج. طيب في الداخل بقودها ازاي؟ قال لك قبل ما اسافر لباريس شكلت لجنه اسمها لجنه الوفد المركزيه، وخليت السكرتير بتاعها عبد الرحمن فهمي بياخد مني التعليمات عن طريق الخطابات السريه. اذا عبد الرحمن فهمي يعتبر الدينامو بتاع سعد زغلول، الدينامو بتاع الحركه الوطنيه جوه مصر. اقدر اقول عليه عامل رئيسي ولا عامل مساعد؟ لا، عبد الرحمن فهمي يعتبر عامل ايه؟ مساعد، لانه مش بيتصرف من دماغه. مين اللي بيديله التعليمات؟ سعد زغلول. تمام. اذا انا عايز اعرف دور لجنه الوفد المركزيه في ثوره 19. نمره 1 اقول لك دور لجنه الوفد المركزيه او دور عبد الرحمن فهمي. نمره 1 تكوين جهاز سري من الشباب المتحمسين لمقاومه الانجليز. نمره 2 تنظيم حركه الشعب المصري ضد الاحتلال. تاسيس النقابات العماليه. مقاومه العناصر المعارضه للوفد. طيب ادي كده دور عبد الرحمن فهمي او دور لجنه الوفد المركزيه. بصوا كده، طلعوا لي شبه كده. لجنه الوفد المركزيه شبه ايه؟
هنقول شبه الازهر في ثوره القاهره الاولى. فين يا مس شبه الازهر؟ هقول لك تنظيم حركه الشعب المصري ضد الاحتلال، والازهر في ثوره القاهره الاولى هو اللي نظم حركه ايه؟ الكفاح. طيب دور مين؟ شبه مين كمان؟ شبه الحزب الوطني ايام محمد فريد، اللي هو تاسيس النقابات العماليه، ومحمد فريد عمل نقابه للصنائع اليدويه. اذا سعد الزغلول بيقود حركه الكفاح في الداخل، وبيقود حركه الكفاح في الخارج، في الداخل والخارج. تمام. نتيجه جهود الحركه الوطنيه في الخارج، بريطانيا راحت بعت لجنه ميلنر عشان تتفاوض مع الشعب. يبقى بريطانيا راحت بعت لجنه ميلنر عشان تتفاوض مع الشعب المصري. طبعا موقف المصريين من اللجنه، بقول لجنه مش بقول واحد، لجنه يعني بعت بعثه دبلوماسيه او وفد سياسي. طبعا اللجنه جايه عشان تحصل منا على اعتراف بمبدا الحمايه. افهموا معنى الكلام. يعني ايه تحصل منا على اعتراف بمبدا الحمايه؟ هي اللجنه تنفع اصلا تتفاوض معانا؟ لا، هي اللجنه ما ينفعش تتفاوض معانا، لان في متحدث رسمي، في واحد انا عامل له توكيل. مين اللي انا عامل له توكيل؟ الوفد اللي هو سعد زغلول. طيب كون ان اللجنه تيجي وانا اتفاوض معاها، يبقى معنى ذلك انا لغيت حركه التوكيلات اللي انا عاملها لسعد. يبقى ما ينفعش اتفاوض، ما ينفعش اتفاوض. يبقى اذا هدف بريطانيا من ارسال لجنه الوفد، بناء على الكلام اللي انا قلته دلوقتي حالا، هدف بريطانيا انها تكسر لي الحركه الوطنيه، كسر التحالف اللي موجود ما بين الشعب وما بين سعد زغلول. يعني هدفها انها تلغي حركه ايه؟ التوكيلات. ادي كده هدف ايه؟ هدف لجنه ميلنر. طيب سعد زغلول بعت تعليماته لمين؟ لعبد الرحمن فهمي. يا عبد الرحمن فهمي ادي دروس ووعي الشعب، ادي دروس ووعي للشعب، وقول لهم لما اجي لكم لجنه ميلنر ما ينفعش تتفاوضوا معاه، لان كنتوا لو تفاوضتوا معاه انتوا كده بتلغوا التوكيلات اللي انتوا عاملينها لي. وفعلا الشعب بتاعنا كان شعب واعي، كل الشعب المصري، النساء والرجال والاطفال، حتى الاطفال في المدارس قطعوا لجنه ميلنر وقطعنا البضائع الانجليزيه. يبقى لجنه ميلنر نجحت ولا فشلت؟ لجنه ميلنر فشلت. طيب هي فشلت بفضل مين؟ بفضل لجنه الوفد المركزيه، وبفضل الجهود اللي قام بيها عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن فهمي. طيب ايه بقى اللي نتج عن فشل لجنه ميلنر؟ ميلنر ادرك ان الشعب ده شعب واعي. النتائج المترتبه على فشل لجنه ميلنر في التفاوض مع الشعب: ادرك ميلنر ان الشعب ده واعي وانه متمسك بسعد زغلول. ادرك ميلنر ان الشعب لن يقبل مبدا الحمايه، وان مفيش اي امل في التفاوض الا من خلال سعد زغلول. يبقى اذا فشل لجنه ميلنر بتدل على وعي ايه؟ بتدل على وعي الشعب، بتدل على وعي الشعب. تمام. فشل لجنه ميلنر خلاص ادت الى ايه؟ ادت الى اعتراف انجلترا بالوفد كممثل للامه المصريه، لان مفيش اي امل في التفاوض الا من خلال سعد زغلول. طبعا كده احنا خلصنا الجزء الاول من الفصل الرابع. تابعونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.